السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ تارا فارس، رفيف الياسري، دكتور رشا، أم فهد، الأستاذة الجامعية سارة، وغيرها من الناشطات، هذني كلهن انتحار لو تصفية لو شنو معقولة دكتورة بان الله يرحمها هي انتحرت بهاي الفاجعة وهذا التمثيل بالجثة من ايد وكدمات وغيرها والى اخره؟ هذا انتحار؟ ماشي، خلينا نقول انه مو اخوها اللي قتلها ولا اي احد من اهلها. منو؟ اهلها تحت الضغوطات؟ هم ما ندري، ما نعرف. احنا مع الاسف الشديد احنا عايشين بعراق بتحكمه ناس مع الاسف، والبعض من عندهم ما يخافون الله. احنا اي واحد من عندنا هسه بالشارع كاعلاميين كناشطين كدكاترة كمهندسين كاي شخص معرض للقتل باي مكان وباي دقيقة. المشكلة يا الأساتذة المرشحين والنواب وتحت قبة البرلمان، كلكم أنتم النواب، تفكرون بس بنفسكم، عمركم ما فكرتوا بهذا الشعب. طلع نائب أو أنتوا طلعتوا قبيتوا وشفتوا قضية دكتورة بان وغيرها وإلى آخره من اللي راحوا، دافعتوا على حق الشعب، دافعتوا عن الشهداء، عن اللي ضحوا؟ لا، انتم مشكلتكم انه تخلون بجيوبكم وحصانة تاهوات جكلاسات وبيوت وقصور وونسة وسفر وطلع، ماكم دخل بالشعب. زين، كلكم راح تحاسبون امام الله، كلكم راح تحاسبون امام الله. ترى هي نقرة شبر و4 أصابع، ما راح تاخذ هالاملاك وياك. من تصعد فوق كوش بتاخذ وياك. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص اذى هذا الشعب. حسبي الله ونعم الوكيل على كل من وصل الشعب العراقي لهاي المرحلة. تقولون بها حالة نفسية هي وتحت ضغوطات دكتورة بان، هو الشعب العراقي كله بحالة نفسية. انت اذا تطلع بالشمس هسه وتروح تجيب لك فد مسواق او شيء ترجع يصير بك حالة نفسية هستيريا من الحر. زين، بس ردتوا تطمطمون هيجي سالفة حتى في سبيل ما تنفضحوا هواية امور وهواية اوراق وتنكشف. الله يرحمها، يصبر اصدقائها، يصبر هاي الناس. الحمد لله وشكر على كل حال، بس مع الأسف المشكلة بالشعب، المشكلة الشعب. على شو تروحون تنتخبون؟ لمن تنتخبون؟ وش راح يقدم لكم؟ والله كلها كذابة وما حد حيسوي لكم شيء. قاعد يسوي لكم نائب فلان يبلط لكم، ونائب فلان يسوي لكم رصيف، ونائب فلان يسوي لكم محولة أو الكهرباء، غصبا عليكم. هذا من واجبكم انتم تخدمون الشعب. انتم لما شعب ما تصعدون وما حد يعرفكم. زين، منو؟ الشعب كله قاعد ايجارات. قدمتوا شيء؟ حليتوا ازمة السكن؟ ضحايا الارهاب والشهداء والله ميزانية ماكو، ما عندنا تخصيص مالي. مو ما عندنا تخصيص مالي. لو اذا تريد تروح، اذا ما تنتخب هذا النائب اللي مسؤول على كذا وزارة، اشيلك من منصبك انزلك للادنى. لكن والله العظيم انتم ما تستحون. بس ما نريد نقول غير شغلة واحدة، الله موجود والله هو العادل وياخذ حق هاي الناس وحقنا منكم انتم اللي متخافون الله.
روحوا افتروا. شوفوا يا شعب العراقي، اصحوا كافي، اصحوا. لا يشتروكم ب50,000 ولا يشتريك حتى يخليك بمنصب. اذا كان المهندس، واذا كان المعلم، واذا كان الدكتور وغيره، اي شخص، الموظفين بشكل عام، لا تبيع ضميرك، بعدين راح تتذكر هاي الحكاية. اللهم اغفر شهدائنا وضحايا العراق، اللهم ارحمهم بالدنيا وبالآخرة. تحياتي لكم.